حاسس ان فايتك كتير. الخطوة اللي بتاخدها تقيلة والمشوار لسه بعيد، وكل حاجة بتتغير حواليك أسرع ما انت تقدر تستوعبها أو تتوقعها. خايف متعرفش توصل، انت حتى مش عارف انت هتروح فين. لو ده حالك، أنا كمان حاسس بيك، يبقى محتاجين نتكلم شوية. في الظروف الصعبة والأزمات زي اللي بنعيشها دلوقتي، اللي بيسيطر عليك وبياخد تفكيرك كله بيملى دماغك حاجتين: الخوف والحزن. بيبقوا عاملين زي حجرين طابقين على صدرك وسادين الطريق قدامك، فما بتشوفش أي حاجة. أو لما بتيجي تاخد قرار مهم في حياتك، اللي بيمسكك وبيوقفك مكانك الاتنين دول برضو: الخوف والحزن. خايف تندم، خايف تدخل طريق ما تعرفش تكمله، خايف تاخد قرار غلط، خايف حتى تفضل واقف مكانك فتندم برضو. والحزن على الحاجات اللي فاتتك، وعلى حالك دلوقتي، وعلى كل مشكلة أو كل أزمة حصلت ووصلتك لحالك دلوقتي وكانت السبب فيه. لأن في اللحظة دي عقلك ممكن يعرض لك 1000 سيناريو و1000 احتمال يخليك تقلق وتخاف وتتشائم من أي حاجة ومن أي قرار، ويعرض لك ويمرر لك أي موقف وأي مشكلة حصلت ويجمعهم لك ويكرهم ورا بعض، فتلاقي نفسك تدخل في دوامة من الندم وجلد النفس، وتيأس من نفسك وتحبط وتشوف نفسك ولا حاجة. عشان كده ربنا وعد بالحاجتين دول لما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن دي أكتر حاجة الإنسان محتاجها في الآخرة وفي الدنيا. حتى الملحدين واللي بينكروا الحساب بعد الموت واللي بينكروا الآخرة، الحتة دي ما بيقدرش يعديها، ما بيقدرش يتخطاها، ما بيقدرش يشيل مسؤولية نفسه في الدنيا من غير الإيمان. ما بيقدرش يعيش بطوله مهما اللي وصله من علم ومن شهرة ومن نفوذ، والناس بقت بتبصله في العالم كله بإعجاب وشايفينه مثل وبيستشهدوا بيه. زي الفلاسفة والعلماء اللي كانوا ملحدين وعملوا لنفسهم منهج وافتكروا ان هم فهموا سر الكون، هتلاقيهم في الآخر برضو تمكن منهم الحاجتين دول: الخوف والحزن. مثلا لما تبص لنيتشه اللي هو أكبر فيلسوف ألماني، هتلاقيه في الآخر بيقول: الحياة بلا معنى سوى الألم. إحساس التوهان واليأس ده، وإن أنت إبرة في كوم قش ومنك لنفسك، فده بيوصل الواحد مننا لحال مفيش فيه رضا على اللي حصل، لما يفتكر إن اللي حصل ده أنا اللي عملته وأنا اللي وصلت نفسي لكده، وينسى القدر وينسى تقسيم الأرزاق، وما بيلاقيش أمان في اللي جاي لما بيفتكر إن هو اللي بيتحكم وهو اللي بيغير في الكون وفي اللي حواليه، وينسى توفيق ربنا وتدبيره. عشان كده الدعاء اللي في أذكار الصباح والمساء واللي السنة بتفكرك بيه إن أنت تقوله كل يوم بالنهار وبالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بيه، بيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قيمة الدعاء ده، عارف لما يكون في حد في حياتك متعود على وجوده جنبك، ووجوده بيحسسك بالأمان وبترجع له في أي قرار مهم أو أي حاجة مهمة في حياتك، على حسب بتقابله مرة كل يوم ولا مرة كل أسبوع ولا كل شهر، بتحس إنك تايه لو افترقته وغاب عنك في الوقت اللي متعود تشوفه فيه. فالدعاء ده بيقولك إن ربنا معاك في كل لحظة، وبيطمنك إنه مش هيغيب عنك ولا هيفرقك ولا هيغفل عنك لحظة حتى طرفة العين. فكده انت عندك اللي ترجع له في كل قرار، وهو المتحكم فيك وفي كل شيء وقادر على كل شيء. في الحالة دي بس اللي هيبقى فيه رضا، لأن نفسك مش ملكك، مش انت اللي شايلها لوحدك، وفي أمان لبكرة لأن الحي القيوم مش هيسيبك ولا يغفل عنك. في دعاء تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قالها عبد قط إلا فرج الله كربه. الدعاء بيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. كلمة ناصيتي بيدك، الناصية معناها الجبهة، الجزء ده في الدماغ. في الطب لما صوروا دماغ الإنسان بأجهزة التصوير بالرنين، لقوا إن الجبهة فيها الفص الأمامي من الدماغ، والفص الأمامي من الدماغ ده هو المسؤول عن اتخاذ القرارات وعن ردود الأفعال وعن التفكير وعن الحماس والكلام والانفعالات. هو اللي بيرتب الكلام في المخ وبيدي إشارات للسان وباقي الجسم. يعني شخصية الإنسان وسلوكه وصفاته وتصرفاته بتتكون وتنشط في المنطقة دي، منطقة الناصية.
عشان كده في السجود منطقة الجبهة دي بتبقى على الأرض، لأن في اللحظة دي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنك في اللحظة دي بتسلم نفسك وناصيتك اللي هي كل قراراتك وشخصيتك، بتحطها على الأرض وتخضعها وتسلمها لله يتحكم فيها ويصلحها ويقودها بعلمه، فيشيل عنك همها ومسؤوليتها. ده معنى كلمة ناصيتي بيدك في الدعاء. معنى كده ان الخلاص والنجاة في الحياة انك تسلم نفسك وامرك لله. ما تقولش انا ناجح، قول انا نجحت بتوفيق ربنا. ما تقولش انا ذكي، قول انا عديت بتدبير ربنا. ما تقولش انا قوي، قول انا مكمل بستر ربنا. لان انت لو اعتمدت على ذكائك وذكائك خذلك في مرة، مش هتعرف ترجع، مش هتعرف تقوم، لان الحاجة اللي انت كنت متكل عليها كلمة انا ذكي راحت. لكن لما تنسبها لله، توفيق ربنا وتدبير ربنا لسه موجود ما بيروحش. الفكرة دي درجة من درجات الإيمان اسمها منزلة إنكار الذات، كانت عند الأنبياء والصحابة. إنك ما تنشغلش بنظرتك لنفسك، ما تنشغلش بكلمة أنا. الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه انتصر في كل المعارك اللي دخلها، ما تهزمش ولا مرة. بعد معركة اليرموك لما هزم جيش الروم اللي هو أقوى جيوش العالم وقتها، كان لما حد يشكر فيه كان بيقول ما أنا إلا سيف سله الله على المشركين. فمعنى كده ان انت انشغل بنظرة ربنا ليك هتغنيك عن اي حاجة، لحد ما تبقى هي بوصلتك اللي بتحركك. ما تنشغلش بنظرتك لنفسك ولا بنظرة الناس ليك، لان انت لو مشيت ورا نظرة الناس ليك وكلام الناس عنك يبقى انت كده بتدمر نفسك. لان في ناس عشان تكبر من نفسها ومن صورتها تقلل منك ومن اللي حواليها، فهتلاقيه بيقلل من حالك ومن اي حاجة معاك. حتى لو انت في نعمة يقلل منها ويكرهك فيها، عشان صورته هو تكبر ويعظم في نفسه وتحس انك صغير قدامه. انت عارف نفسك اكتر من الناس تعرفك، وربنا عارفك وعليم بيك اكتر من نفسك ومن الناس، وربنا رحيم بيك اكتر من نفسك. فلو انشغلت بنظرة ربنا ليك هتغنيك عن اي حاجة، وهتبقى ارحم واحن من رأيك انت في نفسك. في ابتهال جميل للامام الحداد، هسيبه في الوصف عشان مش عارف احطه في الفيديو عشان الكوبي رايت. بيقول قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يعني ربنا عليم بيا أكتر من نفسي، فلما احتار بطمن إن في الآخر اللي هيحصل هو اختيار ربنا ليا، وده بيكفيني عن الحيرة وكترة السؤال. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، يعني ربنا هو اللي عالم الخير ليا فين وانا محتاج ايه، بس الدعاء ده بطمن بيه نفسي اني متوكل على الله وفقير الى الله، لان نفسي بيده. فلهذا السر ادعو في يساري وعساري، انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يعني بحس بمعية الله وقرب ربنا مش بس لما مشكلة تتحل او ادعي بحاجة محتاجها، لا دي بقت حالة ملازماني في العسر واليسر، لحد ما بقت متعة وسكينة اني عارف اني مش لوحدي، واني معتمد على الاقوى والاكبر والقادر على كل شيء، وانا عايش تحت ظله وبستره. ففقري واضطراري وعبوديتي دي بقت فخر وامان انه موجود. المحطة الحالية محطة السادات، سيتم فتح الابواب جهة اليسار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.